طيب يلا نبدأ الفلوج ده، أول فلوج ليا. وأنا في المطار دلوقتي، مطار القاهرة. رايح وارسو. بس أول مرة أسافر. عديت بقى من جوازات وخلصت التشيك إن والكلام ده. ودلوقتي رايح على اللاونج، عمال أدور عليها. لفيت تقريبا المطار مرتين يعني. جي 10. احنا البوابة بتاعتنا جي 10. انا دخلت اللاونج حاليا، مش عارف اعمل ايه، لان دي اول مره في حياتي اسافر واول مره ادخل اللاونج. و... ولفيت عليه وبيعملوا بقى جديد ان هو يبقى بالابليكيشن. بتحط الرقم بتاع الكارد بتاعك تبع ماستر كارد طبعا. و... وبيعملوا بقى الابليكيشن زي سكان كده، وهما بيشوفوا بقى بيدخلوك ولا لا. فهو اول مره ما نفعش معايا وقال لي invalid كارد، بس دلوقتي قال لي خلاص. يعني جربت مره تاني واشتغل عادي الحمد لله. الطياره اتأجلت او اتأخرت، وهتطلع الساعه 6 بدل 5:10. جبت دي سلطة فيها شوية حاجات كده، وده بيضة وسوسجز، ودي طعمية غريبة، وده هاش براون، وده عيش. خلاص كده المفروض نروح على الطيارة. والمفروض انا رايح دلوقتي للجيت. احنا في جي 10 هناك، اخر البتاع اللي انا ماشي عليه ده. وشكل الناس جم قبلي، ناس كتير اوي. عندنا في مكان كده قبل الطيارة، قبل دخول الطيارة قعدنا بتاع ساعة مثلا. بجد تعبان أوي أوي أوي. بس انت لو بتشوف الفيديو ده هتشوف ان انا داخل الطيارة في خلال 1 2 3. أخيرا ركبت الطيارة. الطيارة زحمة جدا واتأخرت جدا، لأن هي كانت المفروض ميعادها 5:10. الطيارة وصلت 6، ودلوقتي الساعة 6:30، وأنا لسه داخل الطيارة حالا. الشمس بدأت تطلع. أما نشوف بقى الناس. طيب احنا دلوقتي رسميا في اوروبا وفي هولندا. ودلوقتي اقدر اقول لكم زي اليوتيوبرز، اهلا بيكم في فيديو جديد من وارسو بولند. عمال بمد اروح. واحد صاحبي بيبعت حاجه لواحد صاحبه بس هو في مصر. وعندي قطر الساعه 11:25 والطياره اتاخرت وحوارات. خلينا نروح ونخلص
وبعد كده نطلع على محطة القطر في فارسو عشان نروح جدانسك. طب يا شباب القطر هيروح علينا لان احنا اتأخرنا. هو القطر هيطلع كمان 5 دقايق بالظبط وانا لسه قدامي بتاع 15 دقيقة. خدت تاكسي بس يعني ايه مش هلحق برضه، يعني انا خدت تاكسي هيدحني في مبلغ حلو بس قشطة يعني. خلصانة نروح نشوف الدنيا ايه ونحجز تذكرة بكام والكلام ده والدنيا تتسهل ان شاء الله. الراجل بقول له افتح الشباك، فتحته عادي لسه مشغل التكييف برضه، فحاجة غريبة جدا. طب الواضح كده بقى ان انا اتسوحت تسويحة جامدة جدا، لان انا القطر فاتني ورحت احجز من المحطة، قالت لي الاماكن كلها فاضية، وراحت مدياني تذكرة واقف الساعة 4، يعني استنى لغاية الساعة 4 ودلوقتي الساعة 12 مثلا. رحت رجعتها والست ما رضيتش تساعدني وقعدت تكلمني بولندي بنت اللذينة، بس في الاخر يعني ايه استخدمت جوجل والموضوع مشي يعني. وحجزت لي الساعة 3:30 والساعة دلوقتي 12، المفروض ان انا بقى ايه افضل متلقح كده 3 ساعات ونص. بس انا دلوقتي في ميدان رمسيس تاني تقريبا بتاعهم يعني، قاعد قدام المحطة اهو، في ناس تحت عمالين فرحانين. الجو هنا مختلف خالص، الجو مختلف خالص خالص يعني. الهوا نضيف، تحس ان احنا الساعة 8 الصبح، والجو العام اصلا تحس ان احنا الصبح بدري، انت كأنك نازل الشغل دلوقتي يعني، مش الظهر خالص. بس ربنا يسهل. انا قررت اقعد جوه لان الجو بره بدأ يبرد جامد. المفروض دلوقتي هقعد لغاية الساعة 3:30 زي ما قلت، 3:25. بس لسه كتير اوي وانا لوحدي بصراحة، وانا كان معايا واحد مصري معايا على الطيارة بس هو نزل وراح القطر بتاعه يعني، كان متسوح برضه. فده الطبيعي يعني الواحد ايه، حتى لو اتسك على قفاك فلوس حتى في اول يوم لازم، ما انت مش عارف يعني، ما لو انت مثلا كده ما تلومش نفسك يعني. والهوا ليه ريحة آه، مش هبل يعني، بس بجد انا حاسس ان الهوا ليه ريحة مختلفة، ممكن بقى دي ريحة النظافة ولا ايه، بس انا حاسس ان الناس برضو نفس الريحة اللي في الهوا دي. يعني انت مثلا لما تدخل في مكان مثلا يكون في معطر جو تحس ان المكان كله ريحة المعطر الجو ده، تحس ان هو مفشوش في الهوا، فجه على الناس بقى فاهمين. ف انا دلوقتي مستني بصراحة، ومش هنكر ان انا مقلق من جوايا و... وانا في بلد غريبة يعني. انا اول مرة في حياتي اسافر وفي بلد انا عمري ما لا، ده الوضع مختلف. ما اشتريتش خط يعني انا معايا نت الحمد لله، حد كان مديني خط من مصر نجدني جدا. و... وانا بتكلم عشان مش لاقي حد اكلمه، اولا حاسس ان انا لوحدي ومقلق، وثانيا علشان فعلا انا من دي 1 اللي هو النهارده، من الساعات الاولى الواحد لو لا قدر الله حصل له حاجه هنا ما اعتقدش ان حد هيقف جنبه بجد. يعني انا في الموقف بتاع التذاكر بتاع الطيران ده عماله تكلمني بولندي وانا مش فاهم حاجه، بتقول لي اعمل لك ايه وانا مش هتكلم انجليزي والكلام ده. يعني كان ممكن تقول له ما بعرفش اتكلم انجلش، بس انا رحت لافف وشي للناس في اللاين يعني، قلت لهم يا جماعه حد بيتكلم انجلش، كله بالانجلش طبعا، يساعدني. ما حدش ساعدني خالص. برضو كنت بتمشى شويه يعني، طلعت من المحطه كده
لقيت واحد جاي يشحن بس مش بولندي. معرفش جنسيته ايه بصراحة، بس جاي يشحن فبيقول لي انا عايز اكمل معرفش ايه عشان القطر وبتاع. أنا ما فهمتش نص كلامه اساسا، بس يعني لو حد في الموقف ده بيخلي باله يخلي فلوسه لنفسه يعني، على الاقل مؤقتا انت حر في فلوسك اولا واخرا. والله الواحد ما عارف يعمل ايه. وفي واحد جنبي حاطط رجل على رجل، انا ما اعرفش هو بيتكلم عليا في التليفون ولا ايه، اسبله والراجل اللي نايم جنبي ده احلى حاجه في الموضوع ان محدش فاهم كلامك، بتتكلم براحتك وبتعمل اللي انت عايزه، بس محدش فاهم كلامك، بس كله بالاحترام طبعا. بس والبلد هنا اغلبها ناس كبار يعني، الشباب يعني بص دي كلها حاجات أولية يعني، حاجات مش ثقة. أنا حسيت إن الناس الكبار هنا أكبر من العيال الصغيرة، أو الشباب عموما مش العيال الصغيرة. وفي ناس شكلها غريب، أنا حاسس إن أنا في فيلم أجنبي. في ناس شكلها غريب جدا. بس يعني ادينا مستنيين بقى هنشوف هنقضي الساعتين دول ازاي. اهم حاجه بس الدنيا ما تليلش عليا هنا بالليل، لان لو ليلت درجه الحراره 8 و... وموت. بس ان شاء الله باذن الله نوصل جدانسك وننام، لان انا تعبان قوي، تعبان. على الله بقى ايه اللي معايا في السكن ده يكون كويس، على الله السكن يكون كويس ونضيف، لان انا لو السكن مش نضيف هتعب جدا. ان شاء الله خير. طب يا جماعه بس طالما احنا ايه قاعدين مستنيين على الفاضي، فاحنا نشوف دخلنا بدرون كده، ده زي سوبر ماركت هنا او هو سوبر ماركت. آه دخلنا نشوف الاسعار ايه. العصير ده كان على الطيارة، كان طعمه يقرف، ب9 زلوت. انا مش جايب اسعار يعني، بس انا مش لاقي حاجة. وده ورد، آه ده ورد. وده ايه ده؟ زيت. ده زيت ب5.75 زلوت. ولا ده مش زيت، ده الوفيرا. ايه ده؟ ده مش زيت، ده طلع عصير صبار. عصير صبار معرفش دول ايه بصراحة، شوكولاتات وحاجات ملهاش لازمة، ومية وحاجات مقاطعة. ايه ده بقى؟ ما اعتقدش ان دي حاجة فيها خمر يعني، او حاجة فيها كحول عموما. استنى كده، الكحول زيرو، ما فيهاش كحول. وانا معرفش دي ايه بصراحة، بس هي 3 زوت. وفي 3.79، بس معرفش. هينيكن، لو حد عايز يشرب هينيكن. بهزر طبعا، محدش يشرب هينيكن ولا حاجة. تعالوا بقى نشوف ايه معجون السنان. انا جاي هنا عشان معجون السنان. معجون السنان عندهم بس 26 زلوتي، كتير يعني. أنا رحت مشوار بالتاكسي ب26 زلوتي، ب29 كان كتير. مش هجيب معجون سنان. انا زهقت من البدرون كده عشان انا مش هشتري اي حاجه، ف بلاش نحرق يعني. صباح الخير في يوم جديد، تاني يوم في بولندا، اللي انا بعتبره اول يوم. انا ركبت القطر امبارح وكان 4 ساعات او 3 ساعات ونص تقريبا. وجيت الحمد لله وصلت. واحد مصري كنت كلمته قبل ما اجي اصلا، وقف جنبي الحمد لله، وصلني من المحطة للسكن. هو كان اصلا عايش في السكن ده ومعايا في نفس الجامعة. والحمد لله. انا بس ما قدرتش اصور لان انا كنت تعبان ومجهد جدا جدا جدا، مش شايف قدامي. الشخص اللي معايا في السكن لسه ما جاش. هنزل بقى اجيب فطار او هجيب اي اكل، لان انا ما اكلتش من امبارح غير شويه شيبسي. بس لو انت بتتفرج لغايه هنا احب اقول لك شكرا ليك، واعمل سبسكرايب ولايك. ولو عايز تسأل على اي حاجه في الكومنتس اسأل، اللي هعرف اجاوب عليه هعرف، لان انا لسه ما عنديش اي خبره هنا يعتبر في البلد. بس مع السلامه.